وفاء بنت عندها 24 سنة في عمرها، هي الصغيرة في دارهم، باها إنسان محافظ، حياته كلها عاطيها لبناته، رباهم كلهم أحسن تربية وعلمهم أحسن تعليم، ولكن ما كانش تيسمح ليهم يكملوا القراية ديالهم في الكليات والمدارس العليا. كتير شيء أنهم تيسكنوا في واحد المدينة صغيرة اسمها سوق السبت، كاينة نواحي مدينة بني ملال. هاد المدينة ما فيهاش آفاق باش يكملوا البنات الدراسة ديالهم، واللي خدات البكالوريا تيجلسها في الدار على ما يجي الراجل اللي يستاهلها في نظره هو. بناتو الخمسة الآخرين كلهم تزوجوا صغارات، إلا وفاء اللي جا خطبها ما كتبغيش تزوج به، والوحيدة في خواتاتها اللي كانت عندها طموحات وأحلام بغات تحققها، ولكن باها واقف لها عظم، عطيها الحرية بالجرام، واخا دير ليها الطوموبيل وتيخرجها وما مخليها محتاجة لتا شي حاجة، ولكن ممنوع تخرج بوحدها وممنوع تخرج بدون إذن منه، وحتى هي مع داك الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ما محتاجاش منه إذن تخرج من دارها، وما محتاجاش تخرج أصلا من بيتها، كانت كتسد عليها وكتسارى العالم كله من بيتها ومن البيسي ديالها، كتربط علاقات مع الشباب، ولكن كان هدفها نبيل، أنها تختار فارس أحلامها، يعني تختار بوحدها ماشي لزموا عليها باها. فعلا داكشي اللي كان، ومن بين العشرات الشباب غيوقع الاختيار ديالها على واحد الشاب من الديار الأوروبية وبالضبط من إسبانيا، حتى هو كان كيقلب على المعقول وعلى شي بنت الناس اللي يكمل معاها حياته. وفاء تعمقت في العلاقة ديالها مع رشيد في حدود المعقول، وبصراحة ما كانش من دوك البنات الطيارات ولا قلالة الحياة، كانت ملازمة حدودها، ومني اقتنعت به واقتنع حتى هو بها، اتفقوا على انه يجي ويديروا ديك النظره الشرعيه بحضور شي حد من العائلات ديالهم جوج بيهم، واللي عجبوا بعضهم غيكملوا. رشيد كان رسل شي حد من عائلته من قبل باش يتحقق من هاد الناس اللي غيتناسب معاهم ويسول على اصل وفصل البنت، وفعلا داكشي اللي كان، هادو اللي جاو ياخذوا الاخبار ما شافوا ما سمعوا غير اللي فرح ويزيد يشجع الولد يعجل بالمجيء ديالو. من بعد ومن اول لقاء البنت حبات الولد وحتى هو حماق عليها، ومن بين كل شي البنات اللي اقترحوا عليه عائلته ولا اللي تعرف عليهم هو اختار له قلبه وفاء الزوينه بنت الخير والدار الكبيره. تمت الخطبه، وخا الاب كان معيق شويه في الشروط ديالو وكان قاسي شويه مع الولد، رشيد تحمل شروط وطلبات باها وقبل على كل شيء. تم العرس بنجاح، ودخل رشيد ووفاء البيت الزوجيه الراس في الراس في شقه راقيه، الشقه ديالو خاصه به في مدينه بني ملال، الفلوس موجوده، فرشوها احسن فراش ودوزوا فيها احلى شهر عسل في حياتهم. ما سخاش يمشي في حاله، كان تيحسب كل نهار تيدوز، وحتى هي نفس الشيء، كانت فرحانه بالحب اللي معمر قلبها، وفرحانه بالسخاء المادي والعاطفي اللي مفيضوا عليها رجلها، وفرحانه حتى انها ولات حره وبعدات من الحكم دباها، ولات كتخرج بزاف وسافرات ودخلت المطاعم ولبسات بكل حريه، عاشت السعاده بكل تفاصيلها الدقيقه. دازت شهرين وقرب موعد السفر دراشيد، وما كرهش شي طريقه يصايب ليها وريقاتها ويديها معاه، وكون لقى شي طريقه باش ما يخليهاش موراه كون دارها، ما سخاش يتفارق معاها وخلاص. حتى لاخر يوم غيوصل باش ياخذ طياره ويمشي في حاله، طلبها قال لها عافاك بغيتك توصليني للمطار، يعني ما تخيتش بيك. طبعا البنت وافقات ومشاو، وعلى طول الطريق وهما مرة تيبكيو على الفراق ديالهم، مرة كيضحكوا ويسعدوا، وهو كيقول لها تنبغيك وهي كتقول له كنبغيك، والحب غير كيطاير غير كيشير بيناتهم اكثر من حب قيس وليلى وعبله وعنتر. وعدا كيف غيوصل بحول الله وقوته غيبدا في اجراءات الوريقات باش يوجد لها وريقاتها في اقرب وقت. دخلت معاه المطار ودعاته ودعها وقال لها ترجع للشقه ديالهم تاخذ حويجاتها يعني الشنطه ديالها وتمشي لدارهم تما تبقى حتى يسهل ربي في النهار اللي غتمشي عنده. اوكي هذا كان اتفاق بيناتهم. خرجت من المطار والم الفراق باينه في عينيها. كيف خرجت شافت واحد الولد ولد جيرانهم كانوا تيبغيو بعضهم مني هما صغار، ولكن شاءت الاقدار غيخرج هو يقلب على مستقبله خارج البلاد. السلام، اهلا وفاء، اهلا يونس، اش اخبارك، لاباس عليك، يا شنو يا على صدفه، يعني فينك ما فينك، على سلامتك. المهم دازت عبارات الترحيب كلها وعلامات التعجب كلها، وهو كان كيتسنى في طاكسي كورسه باش يديه بحالاته. قالت له واش غادي لداركم؟ قال لها ويتعرضوا عرضاته، قالت له اجي انا نوصلك يعني يلا معايا وفي طريقي نوصلك.
مشى معاها على الاقل، مهم في الطريق قدر ينسيها في فراق الحبيب ديالها اللي عاد ودعاتو، وكان الالم كيقطع لها في قلبها. المهم بقاو على طول الطريق هما كيتكلموا على روسهم، حتى هو تزوج ودار وليدات ورجع للبلاد، بغى يدير شي مشروع في بلادو واستقر في مدينه بني ملال، والمراه والوليدات غيبقاو في الخارج. وقالت له حتى هي عاد وصلت راجلها للمطار. المهم ملي قربوا يوصلوا قالت له يطلع معها للشقه ديالها باش تجمع حوايجها ويمشيو، تحطو هو في دارهم وهي تمشي لدارهم. ولكن كيف دخلوا الشقه دخل معاهم الشيطان، هما بزوج والشيطان ثالثهم، وفين الحب لا وفاء. المهم كحلوها بزوجهم، طاحوا في فخ الرذيله، ودار داكشي اللي على بالكم، وعجبهم الحال. باتوا هذيك الليله الاولى مع بعضهم، وزادوا الليله الثانيه والليله الثالثه. عاد السيده وفاء تفكرات باللي عندها راجل كانت كتموت عليه وكتحماق عليه، يعني يلا في هذه مده قصيره. وصل الراجل واتصل بها وهي هادشي كلشي ناسياه، وكان خصها تجاوبو اش من نوع هذا الحب اللي غيخلي مرا تخون راجلها بهاد السرعه هادي. المهم ما علينا، حتى مشات لدارهم، تسالت العشق ديالها، مشات لدارهم واتصلت به وهي تقول له بان تليفونها ضاع منها، ومع جمع السبت والحد يلا قدرات اليوم الاثنين، زعما اليوم الاثنين تمشي الاتصالات باش ترجع النمره ديالها وفيها الارقام اللي منهم الارقام دراجلها، وخدت تليفون جديد. زعما الراجل صدق كلامها وما جاهش على بالو ولو 1% انها تكون خانته. ما يمكنش داك الحب اللي كان بيناتهم، ما يمكنش واحد يصدق بان الاخر ممكن يخون الاخر. بقات مره كتلاقى مع الحب الثاني ديالها يونس، دوزات معاه تقريبا 6 أو 7 ديال الشهور على ما خرجوا لها الوريقات ديالها. واحد النهار اتصل بها الراجل وهو فرحان مسكين، اخيرا قال لها واخيرا مراتي الحبيبه راه الوريقات خرجوا. ولكن في الوقت اللي خصها تجيها العاده الشهريه ما جاتهاش، وحتى الشهر اللي قبل كانت جاتها ولكن ماشي كيف العاده كيف دائما. قالت هي مع راسها يمكن مع الزواج ويلا ما عمرها ما كانت كتمارس هذوك العلاقات الجنسيه، تغيروا عندها شي تحول هرموني ولا شي حاجه، ما هادشي ما مدتهاش فيه. قالت يمكن هذا غير لخبطه في الهرمونات. مشات عند الطبيب، والمفاجاه والصدمه الكبيره انها غتلقى راسها حامله. باب اش هادشي لاله وفاء حامله من يونس. ضاعت بها الدنيا، ما عرفاش اشنو تقدم ولا شنو تاخر. من طبيعه الحال قالت للسي يونس على الحباله ديالها، هو يدور فيها وضربها لها بواحد النكره، ومشى غبره وحده ما بقاتش شافته. مشات كتدور ما بين الاطباء، ربما تلقى على وعسى تلقى شي طبيب يشارك معها جريمه الاجهاض. دارت حتى عيات، دارت عند الكثير منهم ولا واحد بغى يحيد لها داك الشيء اللي في كرشها، خصوصا انها دخلت في الشهر الثاني. يعني من قطعات الامل في مدينه بني ملال مشات مدينه الدار البيضاء، تما كاينين اطباء كثار، ولقات واحد تيهمو غير الفلوس، دار ليها الكورطاج ورجعت بحالها، كملت داك الجميع ديال حوايجها. ووصل وقت السفر ومشات عند الراجل على نيتو مسكين، فرح بها كيحسب لي واش ديك البنت اللي خلا راه هي اللي مشات عنده دابا. فرح بها مسكين، تهلا فيها، دارها في عينيه، ما خلاها محتاجه لوالو. وحتى هي مني عرفات المعدن ديال العاشق ديالها ندمات ورجعت كتبغي راجلها اللي في الحلال. دوزو تقريبا 9 ديال الشهور مع بعضهم. الراجل بغى وليدات، اقترح عليها يمشيو عند الطبيب يعطيهم شي دواء ولا شي حاجه. المهم تم الفحص ديالو، يعني هو ما عنده حتى شي حاجه، الفحص ديالو داز بسلام. ومني جات نوبته هي دار لها الطبيب ليكوغرافي وبانت له شي حاجه غريبه، شي حاجه ماشي هي هذيك. هو يقول لهم الطبيب العيب من المراه ماشي من الراجل، والمشكله ان هذا العيب اللي فيها تقدر مع عمرها ما تقدر تعاود تولد ثاني، مع عمرها ما تقدر تولد. هي تعجبات، ومع ان عارفه راسها ديجا حملات من قبل ما تيقاتش الطبيب، ولكن ما قالت والو لا للطبيب ولا لراجلها. الطبيب قال للرشيد، قال له السي رشيد مراتك راها سبق ودارت اجهاض ياك؟ ويقول له شنو؟ ما يمكنش، لا عمرها دارته. ويأكد له الطبيب، قال له راه ماشي انا اللي قلت هادشي، راه ليكوغرافي اللي بينات كلشي بانها دارت اجهاض، والطبيب اللي داروا ليها راه ما لقاش ليها الرحم ديالها مزيان.
بقات بعض الالياف اللي اثرت لها على الرحم ديالها، وضروري خصها تعاود دير عمليه. ومن تعاود دير هذه العمليه عاد يقدروا يتاكدوا واش غيزولوا لها الرحم كله ولا غير جزء منه. وفي جميع الحالات راه نسبه انها تعاود تولد كتبقى قليله بزاف. رشيد جن جنونو، مشاو في حالهم، تكلم معاها، سولها كتقول باش تقول له الحقيقه. المهم يبقى غير كتنكر كتحلف ما كتحلف. المهم ملي شافته بقى كيلح عليها وهي تنوض عاودات ليه كلشي. قالت له راه عملت اجهاض مباشره من نيجا، ما عاوداتلوش كلشي، لا عاودات له غير انها دارت اجهاض، دارته مباشره من نيجا هوايا، يعني مني سافر، لانها كانت بغات على هي كتقول له بغات زعما ما بغاش تولد وهي بعيده عليه. وقالوا لها الناس بان هاد الوراق راهم يقدروا يتعطلوا. هادشي كله كذوب من طبيعه الحال. رشيد صدقها وما شكش فيها بمره، ولكن في نفس الوقت ما عجبوش انه يعني بانها تصرف مديتها لراسها. هذا الشيء خلاه كيحس بالاهانه وتعصب عليها وعاتبها وكره هذا التصرف منها. هي عيات ما تعتذر، عيات ما تحذر وطلب فيه باش يسمح ليها، ولكن ما قدرش وما بغاش. قال لي هذا انها توصل بها انها تقتل الروح اللي هي ولده وبدون سبب، لا لا لا, لا. ما تقبلاش منها صافي، وما بقاش تيبغي حتى يشوف فيها. هي طولت هاد الخصومه هذه. مني طولت الخصومه والحب خرج من الباب كيف دخل وتفقدت الثقه، هي تعصبات، يعني الحياه بسالت قدام عينيها. ناضت هي من ديك مع تعصبات داكشي تقول له، قالت له بانها ما كانش حامله منه، وان هذاك الولد راه من واحد الشاب اخر كان في حياتها قبل ما تزوج به هي. هذه راه يمكن حماقت، هذه اللي تنوض تقول راجلها الكلام يعني غتكون ماشي غير حماقت. المهم الراجل سمع هذا الكلام تعصب جن جنونه، ولكن ما بغاش يحط يدو عليها، لان تما يعني وحده يعني قلنا في المغرب كان غادي يصفقها يضربها يدير اي تصرف. ما بالاخص تما في اوروبا راكم عارفين تما الراجل الا مشى تهز يدو على المراه راه المصير ديالو عالم بغير الله. المهم تحكم في اعصابه وجابها وجا البلاد، داها لعند باها وعاود له كلشي، هادشي على بنته، ووصلوا لما هي وما لونها. هو بعدا باش يبرأ راسو كان لزم عليها قبل ما يجيو، كان لزم عليها ملي كانوا في اسبانيا، لزم عليها تعاود له داك الكلام كله وسجلها، وبهذاك التسجيل تثبت صحه كلامه. ربما ضربها ليه بشي نكره ولا شي حاجه. المهم طلقها ورجع في حاله، وبقات هي مدلوله، بقات عايشه مدلوله في دار باها ما بقاش حاملها، ما بقاش داك العز وداك الفشوش ما بقاش عندها، نزلت الذل والاهانه. مع مرور الوقت بدات مره كتحس بالم في الكرش ديالها، حتى لواحد النهار هزوها دارهم ودوها المستعجلات. الطبيب طلب منها تعمل عمليه مستعجله لاستئصال الرحم. فعلا دخلت للسبيطار، عملوا لها استئصال الرحم وبقات في السبيطار. داروا لها ديك العمليه وبقات كتجي عندها غير مع خواتاتها. باها ما بقاش حامله، ولا تعيط ليها غير كلبه، يعني كرهها. مني صحات شويه ويتعاود لامها وخواتاتها على كل شيء، ولا علاقتها بولد جيرانهم لانهم كلهم كيعرفوه. داك ولد جيرانهم قدام يونس عاودت لهم كل شيء عليه. المهم كان موعد ديال الخروج ديالها من هذا المستشفى في اليوم التالي، ومني جاو عائلتها باش يخرجوها في اليوم التالي من الكلينيك ما لقاوهاش. تيقلبوا حتى هما اللي في المستشفى ما عرفوش فين مشات. عملوا بلاغ على الاختفاء ديال بنتهم وما خلوا فين قلبوا عليها. حتى اليوم الثالث اتصلوا بهم رجال الدرك وقالوا لهم بانهم لقاو جثه بنت بالمواصفات ديال بنتهم، لقاوها مقتوله في جنب الواد، واداه الجريمه اللي هي ياجوره مضروبه بها في الراس محطوطه حداها وعامره بالدم. اصابع الاتهام مشات كلها ديريكت ليونس اللي كان العاشق ديالها. بقاو تيسولوا بقاو تيبحثوا حتى توصلوا بان هذاك يونس ما كانش في يوم جريمه في البلاد اصلا، ما كانش في المغرب اصلا، لانه من وقع اللي وقع رجع اخوه المغرب. وبقى المتهم الثاني شكون هو؟ بقى المتهم الثاني هو راجلها اللي حتى هو نفس الشيء كان في اسبانيا وفي خدمته وبالاثباتات. وبقى لغز مقتل وفاء معلق، شكون اللي قتلها؟ في نظركم نتوما شكون اللي غيكون قتلها؟
دمتم سالمين وإلى اللقاء.